بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ صباح الفل عليكم. بصوا يا حبايبي، فراخنا اهي. حبينا بقى ان احنا نصور برضو كده مع بعض النهارده. احنا طبعا كل يوم بنصور مع بعض، بحيث برضو ان احنا نشوفوا الفراخ بتتحول معانا ازاي وبتتغير ازاي يوم عن يوم. طيب انا لسه طالعه دلوقتي يا دوبك ظبطت المكان. اول حاجه بعملها ان انا بظبط المكان عندهم. لازم الارض اتاكد ان هي ناشفه، وبقول لكم ناشفه لازم تبقى ناشفه. لو الارض طريه تحت الفرخه عندك، الفرخه هيتعب، الفرخه هيجيله مشاكل في التنفس عنده، هنخش في حوارات، هنخش في كلام ملوش لازم. فانتي اهم حاجه ظبطي الفرشه عندك، ظبطي التهويه عندك، خلاص باذن الله هيبقى الفرخ معاكي تمام. لان كان بتجيلي اسئله ان الفرخ بيعطس، الفرخ يعني حمرا، الفرخ بيدمع. بصي يا حبايبي، دي بتبقى ليها اسباب كتير، من اولها الفرشة لو طرية معاكي اللي بتطلع منها ريحة الأمونيا بتأذي الفراخ، بتأذي عين الطير معاكي. لو انتي مكتمة على فراخك جامد قوي برضو بتأذي الطيرة معاكي. فلازم تظبطي الدنيا دي. الكلام ده كله يا حبايبي يعني يعتبر 60% من العلاج. لو انت علاج وندور على الكلام ده كله. طيب الفراخ معايا حلوه النهارده تمام، الحمد لله ماشي حالهم يعني كده كويس. طيب هنعمل ايه النهارده يا حبايبي؟ وايه النهارده المكون اللي معانا اللي حلو قوي لزياده الوزن؟ لما الجو يبدا يدفي شويه، انا هبدا النهارده لو الجو الشمس طلعت هفتح شويه الشباك. هفتح شويه الشباك وانا سادة بالشيشه اهوت زي ما انتوا عارفين. هفتحه بس شويه، هطفي النور شويه. لازم اللمبه دي اطفيها شويه، بس طول ما الجو برد هسيبها شغاله. هطفيها ليه؟ هطفيها علشان اريح اللمبه ما تتحرقش معايا، وهطفيها علشان انا حاسه ان الاوضه بقت دافيه. كل ما الفرخ ما بيكبر معاكي كل ما بيحب التهويه تبقى عنده احسن. يعني وهو صغير ايوه هندفي عليه وهنغطي عليه وكده. كل ما بيبدا يكبر كل لازم ما نظبط التهويه عنده شويه. طيب النهارده كده هنعمل ايه في الاكل؟ بصوا يا حبايبي اهوت. انا قلت لكم هما بيعطسوا شويه. احنا معانا طبعا الفول الصويا بتاعنا اهوت، انا خدت كبشه، ومعايا العلف، ومعايا فص توم اهوت، فصين توم عملتهم، ومعايا كزبره وكمون. حطيت الكزبره والكمون ده تحفه قوي للبرد. معايا بصله صغيره برضو كده هقطعها. حطيت معلقه حلبه، حطيت معلقه حلبه برضو تزود معايا الوزن شويه. هبدا الخبط ده على ده كده اهو. تمام اهو. طبعا ريحه الكزبره مع الثوم يعني عامله شغل جامد قوي في العلف، بتخلي ريحه العلف جميله. عندي بصله صغيره برضو كده هقطعها لهم على الوش كده يفطروا بيها. كنت دايما اقول لكم كنت عامله معاكم حلقه قبل كده بقول لك لو فراخك عندها برد قدمي لها طبق البصل والثوم ده وجبه فطار كده يلقطوا فيه. فراخ بتعطس جامد، اعملي وجبه فطار ليهم البصل والثوم واعصري عليه نص الليمونه كده يفطروا بيه الاول معاكي. طيب يلا بقى كده هنقدم الفطار ليهم على طول. بصوا يا حبايبي، انا حطيت الاكل اهوت قدامهم، هم اتلفوا. ليه انا جبته النهارده؟ علشان اوريه لكم. علشان يا حبايبي الناس اللي بتشتكي ان الفراخ ضعيفه، الناس بتشتكي ان الفراخ مش بتكبر، ان الفراخ مش عجباني، انا هقول لك احنا هنعمل ايه النهارده. بصي احنا معانا الخميره البيطريه. معانا الخميره البيطريه، ما جبناش الخميره العاديه ليه؟ هقول لكم، وهقول لكم فوائد الخميره البيطريه دي لو موجوده. هي اسمها درينك هي. الكيس دوت ب 15 جنيه اهو. بصي لو عايزه تصوريه بقى وتجيبي زيه اهو. هو معروف الخميره البيطريه دي، معروفه في الصيدليه البيطريه. اهي بصي شكله كده بيبقى كده اهو. تمام. طيب انا جبت ليه الخميره البيطريه دي؟ انا دايما كنت بستعمل معاكم الخميره العاديه. انا امبارح كده رحت للدكتور الصيدلي كده واجيب علاج، فهو الصراحه نصحني ان انا اجيب الخميره البيطريه. ليه بقى قال لي على الخميره البيطريه دي؟ انا هقول لكم دلوقتي. طيب احنا طبعا استعملنا مع بعض الخميره اللي هي العاديه دي عشان لو محدش برضو عارف شكلها. دي الاكياس دي كده، الكيس بجنيه، ديت الخميره العاديه اللي مكتوب عليها خميره جافه كده فوريه، اللي هي دي. ده الكيس بجنيه. ده الكيس كبير ب 15 جنيه، في منه ب 5 جنيه زي ما تحبي بقى، يعني في ب5 وفي ب15. انت لو لقيتي ابو 5 يستحسن ان انت تجيبي ابو 5، بلاش ابو 15 ده، وهقولك برضو السبب ليه تجيبي ابو 5. طيب الاول الخميره بتعمل ايه في جسم الطائر؟ يعني الخميره فايدتها ايه؟ اول حاجه بتساعد على عمليه الهضم وتحويل الغذاء الى طاقه. تمام. بتساعد ان الفرخ يهضم معاكي كويس قوي.
طيب وتحويل الغذاء الى طاقه، ان هو الجسم يستفاد بالايه، بالطاقه دي. طيب تاني حاجه بيعمل ايه، بيحتوي على بكتيريا النافعه. ميزه الخميره ان هي بتنشط لازم البكتيريا النافعه. انت دلوقتي مثلا الفراخ عندك تعبانه، كان عندها دور قبل كده مثلا، دور برد، دور اسهال، كلام من ده، انت نزلتي اديتي مضادات حيويه كتيره. طيب اديتي مضادات حيويه كتيره، المضاد الحيوي الكتير بيعمل ايه، بيشيل بيقضي على البكتيريا النافعة وبيقضي على البكتيريا الضارة، الاتنين مع بعض. كتر المضادات الحيوية بتقضي على النافعة وبتقضي على الضارة مع بعض، الاتنين مع بعض. فاحنا عايزين ننشط تاني البكتيريا النافعة دي عند جسم الطائر علشان نستفيد من الاكل اللي هو بياكله. يعني الاكل اللي هو بياكله ده لازم نستفاد بيه. فطيب احنا برضو ممكن نكون ادينا جرعة للكركم. الكركم برضو حلو وممتاز وفيه فوائد كتير زي ما قلت لكم، بس برضو بيقتل البكتيريا النافعه وبيقتل البكتيريا الضاره. احنا برضو محتاجين البكتيريا النافعه ديت للطائر، زي ما بقول لكم، علشان ان هي السبب الرئيسي لتحويل الغذاء الى طاقه بالنسبه للفراخ. الخميره دي للفراخ البيضه بس؟ لا، الخميره دي لو عندك كتاكيت ماشي، لو عندك مش كتاكيت صغيره، يعني اللي انا اقصده كتاكيت بلدي، عندك رومي، عندك حتى للحمام، يعني هي ممتازه للحمام. هبقى اعمل لكم حلقه للحمام باذن الله، والفراخ البلدي برضو للخميره، وهقول لكم برضو بتتقدم ازاي ليهم. طيب فيها ايه كمان الخميره؟ فيها مجموعه فيتامينات، فيها مجموعه فيتامينات مش موجوده في الفيتامينات اللي في ازازه الفيتامينات اللي بره العاديه. تمام. فيها ايه كمان؟ فيها نحاس، فيها زنك، فاتح شهيه قوي جدا للفراخ. فالخميره ديت انا بنصح اي واحده ان هي لو عندها مكان بيطري تجيب الخميره ديت من عندها البيطري. طيب ليه الدكتور قال لي ان الخميره البيطريه احسن من العاديه؟ الخميره البيطريه بيبقى مضاف عليها فيتامينات، مضاف عليها حاجات تانية بتساعد الطائر بقى مع زياده الوزن. تمام. عن الخميره العاديه. فانت هنقدمها ازاي بقى؟ هفتحها كده وهوريكم اهي. بصوا انا فتحتها اهي، بصوا شكلها عامل ازاي اهي. تمام. هاخد منها بقى الجرعه هتاخدي منها معلقه صغيره، معلقه صغيره بصي ممسوحه، معلقه صغيره ممسوحه اهي، بصي اهي. تمام. على رتل العلف، على رتل الميه. تمام. معلقه صغيره على رتل الميه. انا عندي هنا 2 رتل، هبدا ان انا هنزل اهوت بمعلقه كمان اهو. بصوا يا حبايبي اهوت، يبقى انا حطيت معلقتين اهمت صغيرين على 2 رتل الميه اهو. بتقلبيها كده مع بعض. الخميره ديت بنقدمها بنقدمها 3 ايام ورا بعض متواصل. الخميره ديت لازم ما يكونش فراخك عندها اسهال ولا عندها اي مشاكل، يكون الحمام بتاعهم كويس، يكونوا حلوين معاكي. الخميره ديت بتبقى عادي بتحطيها ال 24 ساعه قدامهم، ما فيهاش اي مشكله. فالخميره ديت انا انصحك بيها، لو لقيتيها هاتيها، ما تجيبيش اللي هي ام 15 ليه؟ لان لازم انت الكيس ده تغطي عليه حلو قوي، تغطي عليه حلو قوي، ما يخشلوش اي هواء او اي حاجه. يستحسن لو عندك برطمان هتحطي كده، هتعملي كده بمشبك ولا بحاجه وتحطيه جوه البرطمان. تمام. علشان برضو سوء التخزين في الخميره ممكن ياثر معانا، فلازم تقفلي الخميره دي حلوه قوي وتقفليها معاكي في برطمان او اي حاجه. الخميره حلوه قوي يا حبايبي، هنشتغل معاهم 3 ايام متواصل وهنشوف باذن الله هتعمل معاهم بصوا اهوت كمان مره اهو. بصوا انا بس بحاول ان انا تقلبي كده حلو قوي، دخلي ده في ده كده مع بعض بس الاول اهو، وهبدا على طول هنزل هنزل كده يشربوا منها. ودي كانت حلقه النهارده حبايبي، استنوني بقى بكره ان شاء الله عشان هنحط حاجه اول مره نحطها للفراخ، وحاجه برضو ممتازه معانا لزياده الوزن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.